الاتحاد الجزائري يعلن شرطه الوحيد لمواجهة نهضة بركان. اشترط توفيق القرشي المدير العام لاتحاد الجزائر لكرة القدم قبل إقلاع طائرة الفريق إلى المغرب غدا الجمعة أنه إذا ما تكرر حادث الخريطة في أقمصة النهضة البركانية الفريق الجزائري سينسحب من المباراة. وكشف المسؤول الجزائري في تصريحات إعلامية أن طائرة الفريق جاهزة للإقلاع صوب المغرب ومواجهة نهضة بركان، مؤكدا إذا ما تكرر حادث الخريطة في أقمصة النهضة البركانية سننسحب من المباراة. وعلق توفيق القرشي على الحكم الصادر عن الكاف بخسارة اتحاد الجزائر ب3 أهداف للا شيء. قال القرشي: سنطعن في القرار، وإذا رفضه الكاف سنلجأ إلى الطاس. وسبق للاتحاد الإفريقي كاف أن أعلن أمس الأربعاء اتحاد العاصمة منهزما ب3 أهداف مقابل لا شيء، وأحال ملفه على اللجنة التأديبية التي ستنظر في العقوبات على الفريق.